ازيك يا باشمهندس، ايه اخبارك؟ في سؤالين بيتكرروا بشكل كبير قوي. ازاي اعرف ان انا بحب كليه حاسبات اصلا ولا لا، او البرمجه؟ هو انا المفروض اعمل ايه لو خلاص نويت ادخل كليه حاسبات؟ يعني ايه الحاجات اللي المفروض اتعلمها، وايه اللي بنتعلمه في الكليه، وايه اللي بنتعلمه بره الكليه؟ خلينا نبدا باول حاجه كده، نفهم احنا بنتعلم ايه. طيب عشان الموضوع كبير شويه فمحتاجين ورقه وقلم. عايزين نعرف ايه الفرق ما بين اللي احنا بنتعلمه جوه الكليه واللي بنتعلمه في الكورسات بره. ده اللي هيجاوب على سؤال هو انا بحب المجال ده ولا لا. اول حاجه، مجالنا اسمه كمبيوتر ساينس. يعني ايه كمبيوتر؟ يعني كمبيوتر. طب يعني ايه ساينس؟ يعني علوم. كمبيوتر ساينس يعني علوم الكمبيوتر او علوم الحاسب. ده اسم الكليه، فبالتالي احنا بنتعلم جوه الكليه الساينس. هو المجال عباره عن ساينس بس؟ لا، مجالنا منقسم لحاجتين، الساينس والتكنولوجي. فتاني حاجه بنتعلمها هي التكنولوجي. اوكي، دلوقتي في مشكله ان في الكليه احنا بنتعلم ساينس بس، ما بنتعلمش تكنولوجي. التكنولوجي دي بنتعلمها بره الجامعه. طب هو ايه الفرق ما بين الساينس والتكنولوجي اصلا؟ يعني ايه ساينس؟ يعني ايه تكنولوجي؟ انا مش فاهم حاجه. نقسمهم في جدول كده. اول حاجه، الساينس هي الحاجات الاساسيه اللي اتبنى عليها كل اللي احنا وصلنا له دلوقتي. يعني مثلا انا في الماس انا بتعلم بلس وماينس، وبعد ما انا اتعلمت بلس وماينس اتطورت بقيت بتعمل بلس وماينس لحاجات حقيقيه. مثلا بتجمع دلوقتي عدد التفاحات اللي معاك كام في المطبخ مثلا. فهو العلوم اللي انت اتعلمتها بتوظفها في حاجه حياتيه. التوظيف في حاجه حياتيه او ابلكيشنز ده اسمه تكنولوجي. ولكن العلوم نفسها اساس كده مبني عليه كل التطبيقات، ده اسمه ساينس. طيب في مجالنا بقى لما نيجي نترجم الكلام ده كله لمصطلحاتنا، يعني ايه اللي بنتعلمه في الكليه برضو؟ اول حاجه بتتعلم في الكليه في الساينس هنا البيزكس، الاساسيات. بتتعلم اساسيات اي لغه. تعلم يعني ايه variables، يعني ايه functions، يعني ايه if statement. دي اساس مبني عليها اي لغه. تعلم حاجات تانية زي مثلا ال OOP، دي اختصار لمصطلح اسمه ال Object Oriented Programming. تعلم في الكليه حاجه اسمها data structure، ازاي الداتا بتتخزن. تعلم في الكليه حاجه اسمها algorithms. دي كلها ساينس، علوم اساسيه مبنيه مثلا من مئات السنين، مثلا مش من مئات السنين قوي، يعني كده كده مجالنا ما بقولوش كتير شغال، ولكن دي مثلا من الثمانينات من السبعينات، حاجات اتبنى عليها كل اللي احنا واصلين له دلوقتي. طيب ده الاساس. ايه بقى التكنولوجي اللي احنا المفروض بنتعلمها بره الكليه؟ مثلا ازاي تعمل ويب سايت، تعلم فرونت اند وباك اند. تعلم مثلا ازاي تعمل ابلكيشنز بتكنولوجي اسمها فلاتر. تعلم حاجه اسمها رياكت. تتعلم ازاي تعمل ابلكيشنز على الاي او اس عن طريق مثلا سويفت. طب ليه ما نتعلمش الكلام ده في الجامعه؟ عشان ببساطه الكلام ده متغير. يعني انا دلوقتي اتعلمت النهارده فلاتر، بعد حوالي 5-6 سنين هتلاقي محدش بقى يستخدم فلاتر، طلع حاجه جديده بدلها. انا دلوقتي اتعلمت رياكت، بعد 2-3 هتلاقي مثلا طوروا رياكت بقت حاجه اسمها رياكت بلس مثلا. فالتكنولوجي بتتطور، فبالتالي مناهج الجامعات ما بتتطورش بنفس سرعة التكنولوجي، فبالتالي الجامعات بس بتعلمك الساينس، لكن التكنولوجي انت بتتعلمها في كورسات بره في الوقت بقى اللي انت بتتعلم فيه. يعني انت هتبدأ تشتغل النهاردة فتتعلم اللي موجود، احدث حاجة نزلت النهاردة. انت المفروض تتعلم ايه امتى؟ المفروض في الكلية بمجرد ما انت تبدأ تمشي في الاساسيات بتاعتك، تبدأ تتعلم تراك وتتخصص فيه وتبدأ تشتغل فيه. يعني ايه؟ يعني انا بس خدت البيزكس وبعد كده خدت الاو بي، واحده واحده وانا ماشي في داتا ستراكشر والجوريزمز انا بتعلم مجال من دول. بتعلم مثلا فرونت اند، هعمل ويب سايتس. بتعلم مثلا باك اند، بخزن البيانات وبظبط الحاجات اللي في الداتابيز. هتعلم مثلا اي اي. وخلي بالك في لخبطه في موضوع الاي اي دوت، هل الاي اي ده تكنولوجي ولا ساينس؟ يعني انا هتعلم ذكاء اصطناعي، ده يعتبر ايه؟ الاي اي ده مجال كبير قوي، ما نقدرش نحكم عليه ان هو تكنولوجي بس او ساينس بس، زيه زي السايبر سيكيورتي. فلما نيجي نتكلم مثلا عن الاي اي او السايبر سيكيورتي، دول مجالات بحد ذاتها ضخمه، جواها ساينس خاص بيها وجواها تكنولوجي خاصه بيها. عشان كده الاي اي بيدرس كتخصص في الكليه، لان في مثلا ساينس ليه لوحده انت بتتعلمه في الكليه. زي ايه مثلا؟ زي الماشين ليرنينج، ماشي. فانت مثلا في الكليه هتتعلم اول 3 سنين الاساس، ماشي، وهتتعلم او اس مثلا، وهتتعلم داتابيز اكيد وحاجات تانية كتير.
وبعدين هتتخصص اي اي، فهتتعلم شويه ساينس زياده متخصصين في الاي اي. طيب هل كده مفيش تكنولوجي؟ لا، هو زي ما انت هتتعلم الماشين ليرنينج كساينس ليه علاقه بالاي اي، هتحتاج لوحدك تتعلم برضو شويه تكنولوجيز خاصين بالاي اي اللي هم احدث حاجه موجوده دلوقتي. ده كلام جميل قوي، وده كلام مهم جدا تبقى فاهمه قبل ما تدخل الكليه، عشان تبقى فاهم انت بتتعلم ايه والمفروض تتعلم ايه بره الكليه. ناوي تدخل كليه حاسبات ومعلومات، مش عارف انت اصلا بتحب البرمجه ولا لا. يعني انا احكم ازاي؟ ادخل تمريض ولا ادخل لحاسبات ولا ادخل اسنان ولا ادخل ايه؟ دي الاسئله اللي بتجيلي في الدي امز في الخاص. فببساطه انت محتاج تجرب. بمجرد ما انت تجرب، حاسس بصعوبه ولا حاسس بمتعه ولا حاسس، الاحساس ده هو اللي هيقولك انت محتاج تكمل في المجال ده ولا لا. فبالتالي انا عامل كورس، الكورس ده اساسيات بسيطه جدا، من خلال ما انت هتجربها انت هتقول المجال ده مجالي او لا. انا بعلمك ايه؟ انا بعلمك البيزكس، اول حاجه هتتعلمها في الكليه. ده منهج تقريبا اول ترم في الكليه. وموجود كورس تاني اسمه كورس الاو بي، ده برضو المستوى التاني من البيزكس. يعني انت هتاخد ده في اول ترم وده هتاخده في تاني ترم. كده كده البيزكس ثابته في كل اللغات. انا مثلا بعلمها لك بلغه اسمها سي بلس بلس. اللغه دي لغه اغلب الجامعات شغالين بيها، مش سهله قوي ولا صعبه قوي، هي متوسطه. فانت هتحس انك بتتعلم. لقيت نفسك في مرحله التعلم نفسها بتزهق، لا خلاص ما تكملش، ده مش مجالك. الكورس اللي انا عامله ده كورس مدته 4 اسابيع. طب انت بعد 4 اسابيع بيتقفل؟ لا، هو المحتوى بتاعه مقسم على 4 اسابيع. الاسبوع الاول جواه محتوى كذا وكذا وكذا وكذا، بعد كده بتفتح ويك 2 كذا وكذا وكذا، 4 اسابيع توتال حوالي 16 ساعه الكورس كله. انت مجرد ما انت تبدا تمشي في اول وتاني اسبوع، انت خلاص هتبقى الرؤيه واضحه بالنسبه لك، انت حابب ده ولا لا. الناس عادي خدت الكورس لقيت نفسها حابه المجال، دخلوا في المستوى اللي بعديه في المستوى اللي بعديه وفضلوا مكملين ودايسين دلوقتي في المجال. في ناس تانية مجرد ما بدات الكورس بعدها بفتره، لا يعني انا اوت، انا مش ده المجال. لان المجال البرمجه مش لاي حد. مجال البرمجه عايزه طريقه تفكير بدماغ معينه، بتبقى حد شاطر في بروبلم سولفنج، وان مش ايوه الايرور يقف قدامك تسيب الكمبيوتر وتمشي وتزهق. لا، انت عايز واحد يقعد ورا المشكله ويحلها مره واثنين وثلاثه لحد ما تتحل. دي مهاره مش موجوده عند كل الناس. فعشان كده بقول لك جرب تتعلم كده البيزكس، وبعد كده قرر انت ناوي تقضي ال4 سنين الجايين في المجال ده ولا لا. طيب الكورس ده ايه نظامه اصلا؟ يعني خلينا نمسك كده الصفحه. انا ليه مثلا ما افتحش اليوتيوب واسمع اي كورس موجود؟ اول حاجه لايف ولا ريكوردد فيديوز؟ هو ريكوردد فيديوز، 60 فيديو 70 فيديو حاجه كده. الفيديو مدته حوالي 10 دقايق، كل اسبوع فيه مثلا 10 فيديوهات 15 فيديو حاجه كده. انه منظم لك يومك ومنظم لك اسبوعك، انت هتاخد ايه النهارده وايه بكره. بعد كل فيديو بيبقى فيه تاسك، التاسك ده بيتحل في الفيديو اللي بعده. الكورس توتال فيه حوالي 70 تاسك. فانت بتطلع اصلا من الكورس انت شارب البيزكس، انت واحد اتعاملت بايدك كتير قوي قوي عملي. وكلمة عملي دي تاخدنا لنقطة تانية مهمة جدا جدا لازم تبقى عارفها قبل ما نكمل في موضوع الكورس ده. مش بكتر الشهادات. انا النهارده خدت كورس بيزكس، وبعد كده خدت كورس بايثون، بعد كده خدت كورس جافا سكريبت، بعد كده خدت كورس مش عارف ماشين ليرنينج، وبعد كده خدت كورس ويب. انا واخد شهادات كتيره جدا واللينكد ان بتاعي مليان. بس لما تيجي على ارض الواقع، تيجي تطبق اي حاجه او تتسال في اي حاجه واقول لك نفذ لي ده، انت مش هتعرف تعمل حاجه عشان انت قاعد بتلم في شهادات. فالمجال بتاعنا مش بالشهادات. ما تدخلش الجامعه الفلانيه ولا الجامعه الفلانيه عشان شهادتها، ما تدخلش تقعدش تاخد في كورسات وكورسات وكورسات عشان تلم الشهادات عندك. الشهاده ملهاش اي 60 لازمه لو انت مش هتطبق الكورس اللي انت بتاخده. اسم سيرتيفيكت كوليكتور، بتجمع. لا، الكورس اللي تدخله انت داخله عشان تتعلم المحتوى اللي جواه. دي اول حاجه لازم تكون بتفكر بيها وانت داخل الكليه ديت. انت في الاول وفي الاخر لو مش هتعمل لي الشغل انت ما تلزمنيش. فدي بوينت خليها في دماغك. مش مهم الشهاده، انا كده كده الكورس بتاعي هيديك شهاده معتمده من منصه يوديمي، اكبر منصه كورسات في العالم دلوقتي. ماشي، هو سيرتيفايد من يوديمي والكورس عليه ريتنج عالي جدا جدا في المنصه. فده كده كده ده موجود في الكورس، بس مش عايز ده يبقى هدفك تماما. يعني في بروجكت بعد كل اسبوع، البروجكت دوت بتطبق عليه، بيبقى زي تاسك كبير قوي. الاهم بقى من القصه دي كلها
واللي حقيقي ده اللي بيفرق معاك قوي قوي، عاملين جروب. الجروب ده جواه مجموعه من الطلبه اللي معانا، وجواه باشمهندسين بيرد على اسئلتك 24 ساعه. انت سهران قاعد بتكود ولا بتتعلم حاجه في الكورس، واقف قدامك مشكله، تبعتها على الجروب هتلاقي واحد على طول رد عليك. 24 ساعه معاك حد يجاوب على اسئلتك، سواء ما اسئله جوه الكورس او اسئله في المجال عامه. انا مش عارف يا جماعه ادرس ده ولا ده، ايه الفرق ما بين ده وده، ايه في سؤال تكنيكال مثلا ايرور وقف قدامك، فانت فكره ان 24 ساعه اللون ده مش عاجبني، حد معاك دي حاجه قويه جدا. متابعه، عندك تاسكات، عندك شهاده، عندك كورس نفسه شرح مبسط. فاعتقد انا يعني قلت لك مميزات بما فيها الكفايه. السعر بقى، السعر الكورس دوت 1000 جنيه. حلو، ده سعره الرسمي على يوديمي. لو انت دخلت شفته يعني، انت هسيب لك اللينك في الديسكريبشن، هتدخل تلاقيه ب 1000 جنيه. ده الدفعه الجديده داخله وعايزين نعمل اوفرز والدنيا تبقى حلوه، فاحنا مش عاملين اوفر 10% ولا 20% ولا 30 ولا 40 ولا 50، في اوفر 60% على سعر الكورس. حلو، الاوفر ده، القصه دي مش على طول يعني، هي فترة وهتتقفل يعني، هو عدد معين كده ندخل. هتروح تبعت على لينك الواتساب اللي في الديسكريبشن الجملة دي ديف 60، هتبعتها على الواتساب، هيقول لك ايه الكورس ب 400 جنيه، تقدر تحول المبلغ ونبعت لك كوبون بيفتح الكورس على المنصة ايه بالمبلغ ده. طب لو انت هتشترك ومعاك صاحبك، فانت عندك هتاخدوا انتوا الاتنين الكورس ب 700 جنيه. دي حاجة. الحاجة التانية انك لو هتاخد كورس سي بلس بلس اللي هو البيزكس الاساسيات، وهتاخد معاه كورس الاو بي، المفروض ان ده لوحده ب1000 وده ب1000 اصلا، بس لما بنيجي نتعامل مع الطلبة وخصوصا اللي في الاول بنحسب كل كورس ب400، فكده الكورسين بكام؟ ب800. لو يا عم مش هناخد الاتنين ب800، هناخد الاتنين بس ب600. بص، الكلام ده كلام جميل قوي، كلام تحفة، بس الكلام ده مش هيكمل. ان احنا محتاجين نحافظ على الكواليتي كنترول بتاعنا. يعني ايه؟ يعني انا مش عايزه في لحظه حد يبعت رساله محدش يرد عليه على طول، يبقى في تاخير. فبالتالي ايه؟ بنوقف دخول الكورس لعدد معين، واول ما نوصل للعدد دوت خلاص يا جماعه مفيش دخول كورس تاني. الدفعه بتاعت السنه دي احنا اكتفينا بالعدد دوت عشان نركز معاهم. كده انت فهمت ايه؟ فهمت المجال، ايه اللي بتتعلمه في الكليه وايه اللي بتتعلمه بره الكليه. فهمت ازاي تعرف انت حابب المجال ولا لا، انك تبدا تشوف تجرب باقي الاساسيات. لو حابب تسمع محتوى زي ده اكتر، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان يجيلك فيديوهات تانية اكتر زي كده. مستنيينك في المجال يا باشمهندس. كان معاك ديفيد هاني، مع السلامه.